السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. الله يبارك في حضرتك. تعرف دلوقتي ترجعوا يا في طيب. زوجة وزوج دلوقتي يا شيخ مصطفى. ها. هي حضرتك ايه أولوياتها دايما في شهر رمضان مختلفة تماما عن أولوياته في شهر رمضان. التركيز بتاعها في شهر رمضان مختلف تماما عن تركيزه في شهر رمضان. تركيزها هي لأنها من أهل القرآن، القراءة الدائمة الدؤوبة على القرآن، وتنسى حسن التباعد لزوجها. أولا السؤال الأول، هل هذا الحديث صحيح؟ ما هو؟ حسن التباعد. كمل الحديث. حسن تباعد ايه يعني؟ حسن التباعد قصدي أقول حضرتك في حديث سمعته فيما معناه إن الزوجة عندما يعني تأخذ بالها من زوجها أو الاهتمام بالزوج هو جزء من العبادة. هل هذا صحيح؟ يصح في الإسلام هذا الأمر؟ لا عفوا، لا لازم تذكر الحديث لان اخوانك لا بقول لحضرتك عشان أنت تذكره عشان ايوه أفهم. ان حسن تباعدها لزوجها خير من صلاتها وخير من كذا وكذا وكذا لا يصح. تمام. لكن اجمالا اي النساء خير قال التي تطيع اذا امر وتسر اذا نظر. لكن هو جالس يريد انها طول اليوم كحل على مش عارف مسكر ولا مش عارف ايه طول اليوم كل ان لنفسك عليك حقا، ان لربك عليك حقا، ان لضيفك عليك حقا، ان لك عليك حقا. فاهتماماتها القراءة الدؤوب برضه هتضيع حق الزوج. اهتماماته بالزينة الدؤوب هتضيع حق الله. الله أكبر. اي في كل شيء وسط. تمام. ماشي. هو يا شيخ مصطفى بقى أولوياته مختلفة وتركيزه في شهر رمضان في إيه؟ إن هو أصلا من أهل خدمة بيوت الله وهو على ثغرة، وبيأتي شهر رمضان وبينتظره الكثير حتى يسد هذه الثغرة. هي لا تفهم هذا الأمر ولا تساعده فيه، وكأنه يعني في شهر رمضان بيعمل المسلسلات وغيره. ماذا تقول له إن كان طب بس صبرا يعني بس هذا الرجل وهذه المرأة؟ خلينا معاك كده كويسين وحلوين. الله يكرمك. هل يجب على الزوجة ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يكرمك يعني ويرضى عنك ويبارك في أولادك وانسى عبد الرحمن. اتفضل. ولك بمثل. الآن يا أخ أحمد الله يحفظك، أنت هو رجل. حضرتك أنا بتكلم على حد تاني. أيوة. أنا أقوام أقصد أقول يعني. حاضر ماشي حاضر. هذا الشخص الذي تتكلم عنه شخص خير ويعمل وجبات ويوزع للفقراء. أسأل سؤالا، طبعا نعم ما يصنع، والمرأة أيضا إذا ساعدته فنعم ما تصنع، لكن هل يجب عليها يوميا أن تجهز له وجبات كي يوصلها للبيوت أو لا يجب عليها ذلك؟ أجبني أنت يا مهندس أحمد. لا يجب. لا يجب. لا يجب. ولكن أيوه. هذا ليس السؤال. السؤال وهو مشغول ولا ينام في اليوم. وأقسم بالله يا شيخ مصطفى هذا الرجل كان في حالة خمول منذ شهرين، وهي تعلم حبه لله لخدمة بيوت الله. قالت له هل تريد أن يبقى أهل الفساد هم من يخدمون بيوت الله لمصالحهم الدنيوية، أم تريد أن تستيقظ من هذا الخمول حتى تكون أنت وأنت أهل لهذا الأمر أن تقوم من خمولك رغم مرضك؟ قام من مرضه ومن خمولها الذي هو أصلا شأنه منذ سنين، وعمل عملا دؤوبا حتى أنجز ما يمكن إنجازه. طيب ولا يسأل هذا السؤال، هو يسأل إن طلب منها مثلا أن تعمل له مشروب شاي أو قهوة أو جنزبيل، لأنه يعمل على الكمبيوتر ليل نهار ويذهب إلى مصنعه ليل نهار ويخدم بيوت الله ويتبرع لبيوت الله ولا يذكر أنه يربح من هذا الأمر شيئا يذكر. وإذا ترك هذا الأمر يا شيخ مصطفى هات يا أخي يا مهندس أحمد، هات يا أخي إنه لا تعمل لك شيء وزنجبيل وينسن كله. هي جنبك ولا فين؟ أبلغها السلام. ممكن أذهب إليها. أيوه. الشقة ليست بالكبيرة. أذهب إليها حتى تحدثها. أبلغها السلام. أنا مخطئ. أبلغها السلام. هو الشيخ مصطفى يبلغ السلام. وقل لها اهتم بالشاي، شاي كابوس ولا شاي أحمد، واتقني الشاي ترمس كامل أو ترمسين، ترمس زنجبيل، ترمس كل المشروبات الطيبة. الله يبارك فيك وأنت ستثابي إن شاء الله، نحسبك صالحة وأنت اللي شجعتيها على الخير.
نعم. وليه طب بصوت عالي؟ انا احنا على الهوا. انا فكره هو ما طلبش مني حاجه انا ما عملتهاش. أشكر الله ثم أشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شجعته جزاه الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.